الشيعي اللي يتحمل الأذية لخاطر أهل البيت عليهم السلام، باعتبار الشيعة متأذين من زمن الرسول صلى الله عليه وآله ووصولا لزمن مولانا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. الشيعي اللي يتحمل هاي الأذية ويبكي من هاي الأذية ووجع المصيبة يصير بقلبه لخاطر أهل البيت عليهم السلام، ولأنه شيعي، لأنه موالي، جاي يتأذى لأنه شيعي بس ما عنده غير جرم، لأنه شيعي وموالي لأهل البيت عليهم السلام ويواسي أهل البيت عليهم السلام، يتأذى بحياته. هذا شنو إله وشنو قايلين عنه أهل البيت عليهم السلام؟ خلينا نسمع. الإمام الباقر عليه السلام يقول، كان الإمام السجاد عليه السلام يقول، الرواية طويلة إلى أن يصل ويقول: وأيما مؤمن مسه أذى فينا، المؤمن يعني الشيعي، وأيما مؤمن مسه أذى فينا فدمعت عيناه حتى يسيل دمعه على خديه من مضاضة ما أوذي فينا. مضاضة ما أوذي فينا يعني وجع المصيبة، المضاضة يعني وجع المصيبة. من مضاضة ما أوذي فينا صرف الله عن وجهه الأذى وآمنه يوم القيامة من سخطه والنار. يا الله، يعني أنت هنا الآن الشيعي متحمل الأذية ومتحمل الخوف ومتحمل كل شيء، والأمان مفقود من عندك لأنك شيعي. يوم القيامة إلك الأمن والأمان وإلك الراحة عند الله سبحانه وتعالى. ليش؟ لأنك تحملت كل شيء الخاطر أهل البيت عليهم السلام ويستاهلون. وش ما نقدم قليل، هنيالة اللي يثبت واللي ما تتزحزح قدمه، هنيالة اللي دائما يقول اللهم ثبتني على خط أهل البيت عليهم السلام. الكلام من كتاب بحار الأنوار جزء 44 باب 34 صفحة 452، بداية الرواية ب 451 رقم الرواية 14، طبعة مؤسسة العلمي بيروت لبنان. دمتم بخير وفي أمان الله.